واحدة بتقول لواحد غبي: ايه رأيك نروح نتفسح انا وانت وبس؟ قال لها: وبس ايه؟ لازمته يجي معانا؟ ومن يومها هو وبس بيطلعوا لوحدهم. وبيقول لك مرة مدرسة جغرافيا سألت الطلبة: ما هو أدفى شهر في السنة؟ كلهم صرحوا مرة واحدة: شهر العسل. قالت لهم: جيل جريء قوي يا أولاد. وبيقول لك مرة واحدة متجوزة بيتها ولع، دخلت بسرعة وسط النار وطلعت ابنها، ودخلت تاني وطلعت بنتها، ودخلت تالت مرة وطلعت الخدامة، ودخلت رابع مرة وخرجت فاضية، ودخلت خامس مرة وبرضه خرجت فاضية. قالوا لها: انت بتدخلي وتطلعي ليه؟ قالت: بقلب جوزي على الجنبين علشان ما يتحرقش. وبيقول لك الفرنسي عنده زوجة وصديقة وبيحب زوجته أكتر. الأمريكي عنده زوجة وصديقة وبيحب صديقته أكتر. العربي عنده 94 صديقة وبيحب أمه أكتر. وبيقول لك ليه المتجوز دايما تخين؟ العازب يروح التلاجة ما يلاقيش حاجة تعجبه يرجع ينام. المتجوز يروح الأوضة ما يلاقيش حاجة تعجبه يرجع التلاجة تاني. الله عليك والله. وبيقول لك كشفت دراسة علمية إن الرجل أحن من المرأة، وبيجيله اكتئاب شديد لو مراته غابت عنه، و63% بيموتوا بسبب فقدان الزوجة. حاول تبلع الدراسة بالمية ما نزلتش، باللبن ما نزلتش، بالبيبسي ما نزلتش، حتى بدواء الكحة وبرضه مش نافع. وبيقول لك مرة واحدة زعلانة مع جوزها وحطت الغدا، قال لها: تعالى اتغدى. قالت: ماليش نفس ومش عايزة اكل. قال لبنته الصغيرة: تعالي اتغدي. قالت: انا كمان ماليش نفس من ساعة ما كلت مع ماما في المطبخ.